هنكمل شرح بقى أوامر قائمة فيتشر، وهنتكلم عن أوامر الباترن. هنختار التوب لين وسكتش، نرسم سنتر ريكتانجل، ونعمل اكسترود بمقدار 10 ملي. نحدد السطح العلوي ونختار نورمال 2 ونروح نرسم دايرة، ونعمل اكسترود بمقدار 30. نعمل كليك شمال على السطح الجانبي للأسطوانة، ونضغط على كنترول ونختار السطح العلوي، ومن appearance نختار فيس، ونغير لون الشكل الخارجي للأسطوانة ونخليه باللون ده مثلا. لو أنا فتحت أوامر الباترن عندي 8 أوامر. هنتكلم النهاردة على الأمر لينير وسيركيولر وميرور وكيرف دريفن. نختار لينير. عندي 3 أماكن رئيسية في القائمة اللي على الشمال دي: دايركشن 1، دايركشن 2، فيتشرز أند فيسز. بما أن الأسطوانة دي اكسترود بوست فهي فيتشر، فهنختارها في الفيتشرز. دايركشن 1 نختار اتجاه أولي للتكرار، وليكن الحافة دي. نعمل ريفرس دايركشن. هنلاحظ إن هو كرر الأسطوانة دي 9 مرات، والمسافة ما بين مركز كل أسطوانة والتانية 20. أقدر أقلل عدد الأسطوانات أو أزود المسافة ما بين مركز كل واحدة والتانية أو العكس. إذا أنا اخترت up to reference واخترت الإيدج دي، هيعمل تكرار لغاية الريفرنس ده أو المرجع ده اللي هو الحافة دي. نختار spacing. في direction 2 نختار حافة تانية مثلا ولتكن دي، ونعمل reverse direction. هنلاحظ إن هو كرر الشكل الأصلي وكرر الأشكال اللي اتعمل لها باترن في direction 1. لو أنا عايز أكرر الشكل ده فقط من غير الباترنز في الدايركشن 1، نعلم على باترن سيد اونلي. لو انا فتحت انستانسز تو سكيب، اقدر الغي اي اسطوانه من الاسطوانات دي بالضغط على مركزها اللي ظهر باللون المختلف ده. لو انا علمت التشيك مارك على بروباجيت فيجوال بروبرتيز، هيعمل تكرار الاسطوانه مع تكرار المظهر الخارجي لها. تعال نشوف، نعمل اوكي. كرر الاسطوانه بنفس اللون. طيب لو احنا شلنا التشيك مارك، هيكرر الاسطوانه كفيتشر فقط من غير ابيرنس. نعمل edit. لو احنا اخترنا instances to vary، دلوقتي انا عندي ارتفاع الاسطوانه دي 30، وهو عمل باترن للاسطوانه دي. كل الاسطوانات اللي ناتجه بمقدار 30. طب افرض انا عايز ازود، يعني عايز اعمل تدرج كده او مقدار زياده معينه انكريمنت، بحيث هو ماشي كده يطلع او ينزل. فهنيجي نعمل ايه؟ هنيجي على instances to vary ونختار ارتفاع الاسطوانه ده. هنلاحظ ان هو ده اسم البعد، وده مقدار البعد، وده مقدار الزياده. نخليه مثلا في الحاله دي 10 مللي، وهو إذا هو ماشي يزود 10 مللي. نعمل اوكي. زي ما احنا شايفين بدأ ب 30 وفضل يزود 10 للنهاية. هو ده الأمر linear pattern. نعمل ديليت. نعمل اكسترود ونختار أو الرايت بلين كمستوى للرسم، ونرسم اسطوانة بمقدار 100 مللي. نختار السطح ده ونعمل نورمال 2 ونرسم سيركل. نعمل اكسترود كات ونختار اب تو سيرفيس. نلاحظ ان بقى عندي ثقب نافذ. انا عايز اكرر الثقب النافذ ده. نروح للامر سيركولار باترن. في الدايركشن نختار الاسطوانة. في الفيتشرز نختار الاكسترود كات، او ممكن نختارها من الديزاين تري. هنلاحظ ان هو كرر الاسطوانه دي بحيث
يخلي الزاوية دي ما بين كل مركز والتاني مقدارها 15 درجة ويعمل لي 12 اسطوانة. لو أنا عملت تشيك على equal spacing هنلاحظ إن هو كررها بشكل متساوي على 360 درجة اللي هو مجموع الزوايا حول نقطة. نفس الكلام بروباجيت فيجوال بروبرتيز، بحيث لو انت عايز تكرر الفيتشر فقط او الفيتشر والابيرنس. نفس الكلام انستانس تو فاري، اتكلمنا عنها في اللينير باترن. هو ده الامر سيركولار باترن. عايز تقلل زاوية التكرار او تزودها، عايز تقلل عدد الدوائر، يعني عايز تعمل ريفرس دايركشن، امر بسيط. الامر سيركولار باترن تقدر تكرر منه اي فيتشر انت محتاجه. نعمل ديليت. نتكلم عن الامر ميرور. نختار التوب لين وسكتش ونرسم دايرة ونعمل اكسترود بمقدار 20. الامر ميرور هو ان انا بعمل عملية عكس او عكس مع تكرار لشكل معين. نختار فيلت بمقدار 15. اوكي. لو انا اخترت من اوامر الباترن الامر ميرور، هيطلب مني ميرور او فيس بلين، يعني هختار سطح او اختار مستوى بحيث يعمل عكس حواليه. يعني اخترنا السطح ده كميرور فيس، وهي الفيتشرز اللي هيعمل لها ميرور هنختار الفيلت والاكسترود. نعمل اوكي. نلاحظ الشكل الناتج. نعمل ديليت ونتكلم عن الامر كيرف دريفن باترن. نختار رايت بلين ونورمال 2، نرسم مستطيل، نختار الضلع العلوي ونعمله فور كونستراكشن ونرسم سبلاين بالشكل ده مثلا. نعمل اكسترود، نختار ميد بلين بمقدار 50. نختار الرايت بلين سكتش ونعمل نورمال 2، نفتح convert entities ونختار الخط ده ونعمل اوكي. نعمل اكس سكتش ومن الريفرنس نختار بوينت، هنعمل ادراج لنقطة، وفي السلكشن نختار الكيرف ده، ويكون عندي الخيار ده متعلمين عليه اللي هو along curve، بحيث ان انا اقدر انشئ نقطة على كيرف معين. اقدر اغير عدد النقط، وليكن ان احنا هنعمل النقطة دي تبعد 30 عن بداية الكيرف ونعمل اوكي. من ريفرنس نختار بلين، هنختار فيرست ريفرنس السطح ده، والسكند ريفرنس نختار النقطة دي. هنلاحظ ان هو عمل لي مستوى مماس للسطح ويمر بالنقطة. الهدف من المستوى ده ان انا اقدر ارسم على شكل منحني بالشكل ده، يعني السطح ده سطح منحني كده. عشان اقدر ارسم عليه محتاج انشئ مستوى بالشكل ده. نختار المستوى ده وسكتش ونعمل نورمال 2 ونرسم مستطيل مثلا. نعمل اكسترود بمقدار 20. مهم جدا في دايركشن 2 اختار اب تو نيكست، وده معناه
إن الشكل بتاعي هيمتد لأقرب شكل مجاور لي. حطه نيكست، نعمل اوكي ونختار كيرف دريفن باترن. دايركشن 1 هنختار الكيرف، ونقدر نحدد عدد الأشكال اللي هيتم تكرارها. والمسافة ما بين كل شكل والتاني. زي ما احنا لاحظنا إن هو تم إنشاء الشكل وخد المنحنى ده بحيث إن هو يبقى منحنى إرشادي يتم إنشاء أو تكرار الأشكال دي عليه. نعمل إيديت. ممكن بإمكان نختار equal spacing بحيث تبقى المسافة ما بين كل شكل والتاني متساوية. لو أنا اخترت align to seed فده هيعمل الأشكال موازية لأول شكل عندي. لو أنا اخترت tangent to curve هيعمل الأشكال مماسة للسطح أو الشكل اللي مرسوم عليه الكيرف. نختار السطح ده ونعمل normal to، نرسم كيرف بالشكل ده مثلا، ونعمل exit sketch ونختار السطح ده ونعمل سكتش تاني ونعمل اكسترود بمقدار 20. نختار كيرف دريفن باترن في الدايركشن، هنختار اللي هو السكتش المنفصل. هنلاحظ ان هو كرر الدايرة بنفس طريقة تكرار الكيرف. لو احنا اخترنا ترانسفورم كيرف هياخد الدلتا اكس والدلتا واي كمعدل للبعد او التغيير. لو انا اخترت اوفست كيرف هيبني على البعد الاولاني بتاع الدايرة بتاع اول شكل موجود عندي. وكده تكون اتكلمنا عن اللينير باترن والسيركولار باترن والميرور باترن والكيرف دريفن باترن. في الفيديو الجاي بإذن الله هنكمل باقي أوامر الباترن. لو معاك سؤال ممكن تبعتولنا على صفحة الفيسبوك أو في التعليقات. شكرا.